مرام، قبل ما تاكلي بس سؤال على السريع معلش. ممكن؟ ممكن طيب ممكن. ايه دور الاب في حياة المراهق؟ سؤال حلو يستاهل ان الاكل يتأجل له. هقول لك على 6 حاجات مهمين جدا لو الاب عملهم هيفرقوا في حياة ابنه جدا. بس في الأول عملتوا لنا متابعة وبتشوفوا كل الفيديوهات اللي هتساعدكم في تربية أولادكم. لو ما عملتوش كده روحوا تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك ميس مرام أسامة، وعلى اليوتيوب عاطف وعواطف مع ميس مرام، وعلى الانستجرام مرام أسامة، علشان تشوفوا كل الفيديوهات اللي هتساعدكم في تربية أولادكم. اول حاجة الاحتواء قبل التوجيه، يعني الولد محتاج مني ان انا احتويه، اسمعه، افهمه، يحكي لي، يشكي لي، قبل من ان انا كل شوية اقعد اصدر اوامر ليه واعمل كذا وسوي كذا وانت غلطان ولازم تعمل كذا وانا كنت بعمل كذا. لا لا لا، محتاج توجيه بطريقه غير مباشره، وده بيجي عن طريق ان انا بحتويه، احكي لي، اشكي لي، عرفني، فهمني. تاني حاجه اكون له قدوه قبل ما اكون له رقيب، يعني لازم يشوفني انا بعمل الحاجه الاول لما انا اقعد كل شويه انت عملت كذا ده غلط، انت سويت كذا ده غلط. لازم اهتم بتصرفاتي الاول اللي بعملها قدامه قبل ما اقعد انتقد في تصرفاته، لان اولادنا مرايه لينا. تالت حاجه اديله مساحه يتحرك فيها، يعني لازم طول الوقت ابقى مديله مساحته ان هو يغلط ويتعلم. الغلط ده يا حبيبي عشان بنتعلم منه، مش ان انا ابقى معلقه له حبل المشنقه طول الوقت وعقاب بالطريقه الفلانيه وانت لازم تتحط في الاوضه الضلمه وخلاص انت بقيت منبوذ ما بيننا. لا لا لا، ده غلط. لازم اديله مساحته ان هو يقع ويقوم، يغلط ونصحح له ونوجهه للطريق الصح. رابع حاجه ابني ثقته في نفسه، اديله كلمات ابين له ان انا فخور بيه، ما اقعدش اعايره باخطائه او الحاجات اللي هو اخطا فيها. لا، دايما امدحه، لو المره دي ما عملتش كويس المره الجايه هتعمل احسن، ما تقلقش، ما تخافش، انا جنبك، انا في ظهرك. الحاجات دي كلها بتحفز ثقه المراهق في الفتره دي في نفسه، لان هم محتاجين ده مننا اولى من اي حد. خامس حاجه خليك موجود دايما طول الوقت، ولو بابسط الطرق، لو بان انت وهو تاخدوا بعضكم كده وتقعدوا على القهوه شويه، تلفوا بالعربيه حبه، تقعدوا تشوفوا فيلم كده مع بعض وتضحكوا عليه. اللحظات الحلوه اللي احنا بنبنيها مع اولادنا هي دي احلى حاجه بتفضل دايما في عقولهم. كلموا دايما عن الحاجات المهمه والمراحل اللي هيمر بيها في الفتره دي من غير خجل، يعني نتكلم مع اولادنا في كل التفاصيل وفي كل حاجه، في العلاقات، في البلوغ، في الكلام ده كله، في كل حاجه هيواجهوها بطريقتهم هم مش بطريقتنا احنا. لازم نكسر حواجز الخجل اللي ما بيننا وما بين اولادنا علشان يبقوا بيحكوا لنا ويبقوا بعرفونا هم بيفكروا في ايه، نفسهم في ايه، عايزين ايه، واحنا نبقى عارفين ونقدر نوجههم بطريقه غير مباشره عن الدين والاخلاق بطرق بسيطه جدا، من غير برضه ما نبقى معلقين حبال المشنقه. بس كده.